الطبق الجميل ده معمول كيف الحلاوة والجمال اللي انتوا شايفينه. تعالوا بقى نشوف هنعمل كيف الخلطة الجميلة بتاعت الكشري. يلا تعالوا نشوف كده وصفتنا. هنبدأ كده نعمل ايه؟ هنعمل الشعرية ومعاها هيفضل رز. مسلقين كده المكرونة كلكم بتعرفوا تسلقوها. حطها لكم منها معلقة ملح وشوية زيت ومية المغلية. هنحمر دي وبعد كده ننزل بايه؟ بالرز ورز هغسلهم وهننزل بيها على الشعريه. وكده بعد ما اتحمرت الشعريه هننزل بايه؟ بالرز والعدس الاصفر. بيخلي ايه طعم حلو، حتى لو العيال ما بيحبوش العدس دسهولهم في الكشري وان شاء الله يبقى حلو. اقتصادي توفيري هنا مش اي حته تاني. كشري اقتصادي وسهل وبسيط. روحي دوري على في المطبخ واعملي اللي موجود عندك. الشويات دي هتطلع لك احلى طبق كشري. ولا لوري كده هتودي طعم الكشري والطعم هيبقى روعه ان شاء الله. وبعد كده هنطش بعد ما تخشوا البصل المقطعات ترانشات للتزيين. يا دوب هحط له سنه ملح. انا ما حطيتلوش دقيق المره دي عشان مش طالبه معايا عشان بيمرر كده هواتي. هو انا ما كنت موطيه عليه وبيطيب على الوطايه فان شاء الله فهيطلع مقرمش قرميش وزي العسل. وهنحط بنفس الزيت اللي كده هنعمل فيه التقليه عادي هيبقى طعمه حلو. هنحط فيه البصل والثوم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. حاجتنا حلوه وبلدي يوكل هنا مع دعاء. لايك واشتراك للقناه ما تحرمش منكم ولا تتحرموا مني يا رب. البصل اللي هنعمل بيه ايه؟ تقليد الحاج كشري. هنا الكشري اقتصاد وتوفير. مش عاملين لكم حاجه مكلكعه، لا كل حاجه موجوده في البيت علشان تقوموا تعملوا ايه الكشري من يدفي وحلاوه واقتصاد هنا مش في اي حته تاني. كده هواتي البصله هننزل بايه؟ بالثوم. الكشري بيحب الثوم كتير اكتر حاجه فبيخلي الطعم حلو ان شاء الله. حاجه اقتصاديه ويشد لكم التوابل. معانا كده الكزبره والكمون والفلفل الاسود والورق اللوري والشطه كله مع بعض والكمون وكله. حاجتنا كده اقتصاديه وحياتنا اقتصاد وكل حاجه اقتصاد. الريحه بس تطلع بتاعت الحياج والثوم شايفين لون زي العسل. ونطشها بيها معانا الخل كده هنطشها بيها تبقى معانا يبقى منها فيها بتجي ما تكون بتدقق. ومعنا سنة السكر كده عشان تبقى حاجتنا زي العسل كده زينا. والملح حسب ايه كل واحد بمقداره. انا هحط معلقه ملح وهياتي علشان تديها كد الطماطم بتاعتي. وهننزل كده بالطماطم مع بعضينا. وفين اللايك والاشتراك كده واتي؟ الله على الروايح. عوقت عليه على اللايك والاشتراك يا جماعه، ما تحرمنوش من اللايك والاشتراك. بكام فص ثوم حلوين علشان كأنهم هي بالدقة. وعصرة ليمونة. هتودي الطعم في حتة تاني والله العظيم. حاجة عادية تقليدية اقتصادية هنا ومش مكلكعلكم المقادير ولا التوابل ولا اي حاجة ولا اي حاجة. والله حاجة سهلة وبسيطة. وبص سامعين القرمشة بتاعته اللي انا سايباه كان يطيب بالراحة. سمعت القرمشة زي العسل. لايك واشتراك للقناة. كده الطماطم الصلصة التسبيكة بتاعت التقلية والثوم وكله. وبعد كده اهوتها زي ما انتم شايفين الجمال والحركات. ولازم التقلية تبقى زي العسل. وادي الحمص الشام يا دوبك عاملاه بميه وخل وملح. وادي اللي حج بصل الخشب. سمعت الخشولة اها. ولا دقيق ولا غير دقيق.
ادي الجمال وادي الحلاوه والحركات وادي الشكل النهائي. ما تنسونيش اللايك والاشتراك حبايبنا. باي.